يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بعد عليكم الايام بخير. طبعا مفيش اختلاف على ان الفول شيء اساسي في السحور بتاع رمضان. بيسند القلب كده يا جماعة بيخلي الواحد يقدر يكمل الصيام بقى، لو في حر، لو في تعب، لو في مشقة. مفيش اختلاف على الفول. تعالوا هنعمله باسهل طريقه وباسرع طريقه وبارخص طريقه، وهنوفر كتير قوي، وفي الحله كمان مش هنعمل في القدره ولا الكلام ده. هنجيب عندنا الفول. جبت عندي الفول نقيته كويس. لو في فوليه مكرمشه او محروقه او الكلام ده مش هتفيدنا بحاجه، بنبتدي ان احنا نطلعها ونرميها. عندي ميه كده هحطها على الفول. هحطه في بوله عندي واحط عليه ميه، وهسيبه بتاع حوالي مش اقل من 5 ساعات، ولا تزيد عن 12 ساعه. زي ما انتم شايفين كده الفوله نفشت معايا وبقت جميله كده وكبرت معايا. هبتدي ان انا احطها عندي في حله فيها ميه كتير و... و... وميه بتغلي. اهم حاجه تكون ميه بتغلي. حطوا ميه كتير عشان مش كل شويه تفضلوا تزودوه بميه مغليه والكلام ده. انا ميه كتير في حله كبيره عشان خاطر مش كل شويه افضل اسخن ميه او اغلي ميه واحطه. وابتديت ان انا احطه اهو في الميه، ومعايا عن نص كيلو كوبايه شاي صغيره فيها عدس ومعلقتين كركم بس. اول ما هبتدي الاقيه غالي معايا هنقله عندي على العين اللي هي الصغيره بتاعه القهوه، العين الصغيره بتاعه القهوه، واوطيها كمان اخليها شمعه زي ما انتم شايفين. ودي كانت النتيجه. الفوله مهروسه خالص ازاي شايفين بعد 3 ساعات وهو شمعة تحتيه شمعة على البوتاجاز. شايفين؟ انا بالنسبة لي الفول كده يعني هيكون فاخر من الاخر انا بالنسبة لي كده مرضية عنه. والله العظيم وفرت كتير قوي، انتوا مش متخيلين. هبتدي بقى ان انا اخد طبق عشان خاطر اسحر، وبعد كده اشيل الباقي. جبت طبق عندي بقى كده، وبقيت ان انا اهرسه بالشوكة. انا بحبه مهروس. شايفين؟ بحبه مهروس جدا. بهرسه كده ما بياخدش في ايدي تكه يعني كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. انا جبت الفول الكيلو كان رخيص مش غالي. كان عليه عرض جبته وعملته فظيع يعني. بسم الله ما شاء الله وفرت كتير قوي قوي قوي. عندنا طبق الفول بقى بحط عليه شوية طحينة كده وشوية زيت حلوين وشوية ملح وشوية كزبرة ناشفة لا اكتر ولا اقل. شايفين بقى؟ الله الله على الطعم. بعد ما حضرنا بقى السحور بتاعنا ده، الاستاذ ابني الصغير بيساعدني بيقول لي واو يا ماما ايه الجمال، انت شاطره قوي يا ماما وجميله قوي يا ماما يا رب يبارك في اولادنا كلنا يا رب اجمعين ويجعلهم من الصالحين يا رب العالمين. ابتديت بقى ان انا عندي فول. انا عامله نص كيلو كتير ما شاء الله. النص كيلو اللي انا جايباه ب 16 جنيه ده عمل معايا بمقام ان انا هشتريه من بره اكتر من 70 او 80 جنيه. والله العظيم عملت كيس 5 اكياس بسم الله ما شاء الله، غير اللي انا اخدته اتسحرت بيه. الكيس متهيألي اكبر من اللي انا بجيبه من بره ب10 جنيه. مبقاش في حاجه ب5 جنيه ولا الكلام ده دلوقتي. شايفين بقى؟ وحاجه بيتي نظيفه بقى، مش اللي هو بقى اشاعات بيحطوا ميه نار على الفول. مش عارفه بيعملوا ايه. مفيش اجمل من كده واسهل من كده بقى، ومش هتكلفي نفسك. انا ما جبتش حاجه من بره تقريبا، ولا تحطي بقى الحاجات اللي يقولك تحطيها وما تحطهاش. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. يا رب يجعله شهر كل خير وفرح وسعادة لقلوبكم يا رب، وجبر خاطركم. ربنا يجبر بخاطري وخاطركم يا رب العالمين. اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. جربوه واعملوه. الدنيا بقت صعبة وغالية جدا. وللأسف التجار بقوا بشعين جدا. يعني بيستغلوا الظروف. للأسف احنا وحشين في بعض للأسف. شايفين انا عملت قد ايه؟ والله العظيم كل ده يعني ب16 جنيه كل سنة وانتم طيبين. بعود عليكم الايام بخير. جربوه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة، تعملوا لي لايك، وتسيبوا لي تعليق حلو زيكم، وتدعوا لي دعوة حلوة. اهم حاجة الدعوة يا جماعة، الدعوة هي اللي بتقعد.